الإمام الهادي عليه السلام ما منع أحدا من زيارة قبر الحسين، بل الإمام خاطب أبو هاشم الجعفري: يا أبا هاشم، من زار قبر الحسين خائفا على وجل آمنه الله يوم الفزع الأكبر. أبا هاشم، تأخذ هذا المال تعطيه لأحد شيعتنا يذهب يزور قبر الحسين. أبو هاشم يلتقي بعلي بن بلال، يقول له: علي بن بلال، تأخذ هالمال تروح تزور قبر الحسين، تدعو للإمام في حائر قبر الحسين بالشفاء. يقول علي بن بلال لأبي هاشم: إن الإمام دعاؤه مستجاب، فلم لا يدعو لنفسه؟ قلت: صدقت. يقول أبو هاشم: رجعت للإمام قلت له: سيدي، دعاؤك مستجاب، هذا قول علي بن بلال. فقال: صدق علي بن بلال، دعائي مستجاب. أوليس جدي رسول الله أعظم من الكعبة وهو يطوف بالكعبة؟ رسول الله أعظم من الحجر وهو يقبل الحجر. يا أبا هاشم، إن لله مواطن يحب أن يرى عبده داعيا فيها، وأعظم تلك المواطن حائر جدي الحسين. يا أبا هاشم، لو علم شيعتنا ما لهم في زيارة قبر الحسين لتقطعت أرواحهم حسرات.